وبركاته. اليوم راح نبدأ سلسلة راح نتعلموا فيها على بروغراماسيون تاع PLC من الصفر حتى الاحتراف. راح تكون بالدرجة الجزائرية. إذا كنت جديد في الدومين ولا إتيديو راح نشرحه خطوة بخطوة وبطريقة سهلة إن شاء الله. في نهاية السلسلة راح تقدر تبروغرامي ان PLC وتدير بزاف مشاريع. إذا كنت انتيريسي ولا عجبك المحتوى دير أبوني وخلي كومونت باش يوصلك جديد. لا بروميير كيسيون راح تجي في بالك واشنو هو البي ال سي او بيان لا بي. لو بي ال سي بروغرامابل لوجيك كونترولر او بيان اون فرونسي لا بي اوتومات بروغرامابل اندستريال. البي ال سي قبل البي ال سي كانت لا كوموند يستعملوا لي رولي بزاف كابلاج بزاف بوطون بوسوار. إذا حبيت دير une modification ولازم تبدل كلش، وإذا صرات une panne لازم تفيريفي كلش، وهذا كان راح يضيع بزاف وقت ويأثر على الكو تاع لا maintenance. اليوم كامل هذه الخدمة يديرها الPLC بلوجيسيال برك، يعني راح يربحك في الوقت تاع vérification وراح يربحك في الmodification. ألوغ PLC يخدم بزاف السامبل. دوكا نشوفو اكزومبل ما بين لارموار القديمة و لارموار الجديدة. هنايا لارموار القديمة كانت فيها بزاف لي بوطون بوسوار كيما راكم تشوفو، بزاف لي صالي ديرجونس، لوبيراتور راح تكون صعيبة عليه باش يخدم، لا مينتونونس تكون صعيبة، الكو خسرنا بزاف في دي بوطون بوسوار و في لا مينتونونس راح نبداو نخسرو بزاف يخسرو لي بوطون بوسباريتو. مي كيما راكم تشوفو لارموار جديدة واش فيها، فيها الاشاماي، فيها اوتومات الداخل وتبدا تخدم تشدلك بزاف و سامبل على لوبيراتور. دوكا لوطومات عندو يخدم ميثود سامبل كيما رانا نشوفو هنايا، عندو 3 زيتاب، عندو اونطري، عندو البروغرام، عندو لا سورتي. كيما نشوفو هنا اكزومبل غير صغير، تكليكي على بوطون بوسوار، بوطون بوسوار راح تقرا اونطري، ابخي البروغرام اكزيكسيون تاعك واش راك رايح دير في البروغرام، ابخي لا سورتي تيكزيكيتي لو موتور. نختمو لا سيونس تاعنا وين نلقاو PLC، نلقاوه تقريبا في أي usine، usine دو بترول، usine دو لي، التريتمون دي زو، usine دو فابريكاسيون دو سيمون، يعني أي usine أي حاجة industrielle تلقى فيها لي PLC.